بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيت الكرام، هذه طريقة جميلة جدا لزراعة الأشجار البذية وتوفير المياه بوضع بيب. نحفر حفرة مثل ما تشوفون. نحفر حفرة، راح نزرع سمر. نحفر حفرة في الأرض ونجيب بيب ماي، بيب يعني متين مثل ما تشوفونه في يد العامل، حطه تحت ونجيب القطارة وندخلها وين؟ في البيب مباشرة. بعدين بحيث ان الماء وين ينزل؟ في البيب. والبيب وين يروح عند الجذور، يسقي الشجرة من الجذور. هاي السمرة نحن الحين بنقصها وبنحطها داخل. بهذه الطريقة نوفر ماي أول شيء. ثاني شيء، عملية تبخر لما تتعرض لحرارة الشمس في الصيف ما يصير تبخر للماء، يعني ما يتبخر الماء للخارج، فتستفيد الشجرة بصورة رائعة جدا، ويكون نموها سريع، ويكفيها 10 دقائق سقيا يوميا فقط إلين تقوى وتكبر. وبعدين في الأسبوع لو تحصل لها سقيا واحدة السمرة بتكون أنت كثر الله خيرك وما قصرت. أو أي شجر من الأشجار. شوفوا كيف الحين راح ندفن الأرض حول البيت. برويكم الطريقة، طريقة سهلة جميلة وبسيطة، وبإمكانكم أيضا تركبون عليها جهاز إلكتروني اللي هو السقيا الإلكترونية، وسوي له تايمر يسقي مثلا الساعة 7 مساء في الصيف، أو 10 مساء في الصيف يسقي في الليل، أو يسقي فجرا. أنت تتيمة على كيفك كم مرة تريده يسقي وكم مدة السقي. 10 دقائق يكفيها. وحبيت تحط القطارة، هذا الحين تشوفون نحن حاطين قطارة. بدون قطارة يمشي، لأنك راح نغطيها فيما بعد. برويكم كيف الطريقة. طريقة جميلة سهلة وجربناها ونجحت بامتياز. يعني كثير من بعض الأشجار لما تزرعها في الصيف ما يعني تموت بسبب سقيا الخارج. شوفوا الحين نحن بنطلع القطارة عنها مثلا. شوف كيف صب الماء على طول يصب داخل البيب. مثلا حبيت تعطيها سماد، تحطه داخل البيب، كمية من السماد تحطه داخل البيب. وين يروح الجذور. الحين حطينا القطارة، شوفوا نفس الشيء السقيا. ما نبى القطارة شلناها برا، ما في داعي حتى القطارة. ويبنى قطع إفيان. طبعا لازم تسوي هذا البيب الرئيسي يكون في الأرض، وهذا التفرع للقطارات. يعني بالطريقة هاي، أو حطينا على فوق، حطها على الأرض، حطها على الأرض. أيوة، الحين يكون هذا البيب مدفون في الأرض، ونحن إيش نسوي؟ طريق للقطارات ثقب، وفيما بعد نمد الأشجار وهلما جرى. لو كان بيب طوله مثلا 100 متر، تسوي. شوفوا كيف حركة الغطاء مال الإفيان. أبدا ما يشرب. غطيناها، لا يدخل رمل، لا يدخل تراب، لا يدخل حشرات، لا يدخل أي شيء عليها. ونجيب تيب مثلا لزقة ونلزق عليها وخلاص سلام. بالطريقة هذه كل يوم لو تحصل له 10 دقائق ماي كثر الله خيرك، وانت وفرت ماي بالطريقة هذه. والشجرة الماء يدخل إلى الجذور، يصل إلى الجذور، فيكون النمو أفضل وأحسن. شوفوا هاي مع القطارة. بدون القطارة شوفوا ما أجملها. بدون القطارة ما يحتاج حتى قطارة. فهذه طريقة جميلة جدا وممتازة. وتابعوا معانا كيف إلى النهاية، كيف راح يكون شغلنا فيها. راح ندفنها الحين ونوثقها في الأرض توثيق عدل. والحمد لله عملت التجربة هذه ونجحت، وما شاء الله واحدة منها صايرة طول البنادم الحين، سمرة. وهذه الغطاء، شوفوا انحطت الغطاء عليها خلاص. والغطاء تحتاج إذا أنت سويتها من غرشة الماء أنك تثقبها من الجوانب بحيث أنها تدخل البيب، يعني ما يكون عايق للبيب. بعدين تضربها بتيب لزقة وخلاص. حتى لو يريح، لو هواء ما تطيح، لأنها ملزقة بتيب.
والماء ما شاء الله سقيا داخل في الجذور، تصل للجذور، وهذا هو أهم شيء. وحتى وقت التسميد تقدر تحط لها سماد مثل ما قلت لكم داخل البيب، كمية معينة من السماد في فصل الشتاء، والأمور طيبة. الحين نعدل الجل، نسوي لها دائري، يعني حوض دائري، وبتشوفون كيف الشغل ما شاء الله ما أجملها. طريقة سهلة وبسيطة، ولو ركبت لها سقيا إلكترونية أنت مريح راسك. ما ركبت سقيا إلكترونية وعندك عامل مثلا 100 شجرة يفتح عليهن مرة واحدة ويحسب لهن 10 دقائق ربع ساعة، كثر الله خيره. هذه في بداية زراعته لازم نستمر بالسقيا حتى تثبت جذورها. هذا يخلي جذور الشجرة ينزل للأسفل وتقوى الشجرة. ومن تقوى الشجرة السمرة يكفيها لو تسقيها في الأسبوع مرة واحدة، السدرة كل 4 أيام مرة، كل 5 أيام مرة. بس لازم في البداية يكون العمل على الأقل 3 شهور 4 شهور 5 شهور حتى نتأكد من أن الشجرة نموها سليم، بدأت بالاخضرار. وفي بعضهم يسقي سنة كاملة وبعد سنة يقطع عنها سقيا نهائيا. أنا مش مع قطع السقيا نهائيا. يعني إذا الماء متوفر عندك يا أخي لا تبخل على الشجرة، أعطيها ماء. جعلنا من الماء كل شيء حي، خاصة إذا منطقة ما فيها أمطار. يعني السمرة لو لقيت في الأسبوع سقيا واحدة كثر الله خيرك، كل 5 أيام مرة واحدة كثر الله خيرك. كذا أنت وفرت مياه، صار عندك نوع من التوفير من المياه. وأيضا هي لقيت سقيا غمر، سقيا يعني ترويها 10 دقائق 15 دقيقة تكفيها. وبالتالي شوف النمو كيف راح يكون. حبيت تحط لها بعض الفوسفات أو بعض المعادن تزيدها، ما عندك مشكلة. حبيت تحط لها عومة مطحونة مع سماد، هذا راح يخليها تطير طيران. العومة المطحونة مع السماد الأورجانيك، سماد طبيعي من الهوش ينطحن مثلا أو بقري مهما كان، وينطحن مع العومة، وبعدين تأخذ مقادير وتحطها داخل البيب. كل يوم تعطيها فنيال لمدة مثلا أسبوع، وبعدين خلاص ما تبغى منك شيء. الأسبوع الأول تعطيها مثلا كوب، والأسبوع الثاني كوب في الشتاء، والأسبوع الثالث كوب، وشوف شو بتسوي، بتطير طيران. هذه الطريقة أحبتي الكرام بسيطة وسهلة، وبإمكان أي واحد يطبقها. وإذا واحد ما يفهم في مثلا يريد يركب النظام الإلكتروني، يجيب له واحد يضبط له إياه بس، ويشتغل على التايمر بدون عامل. يعني ما عليك إلا سويه تضبط التايمر ويشتغل بدون تايمر. شوفوا ما شاء الله الحين كيف انترست الجلبة ماي، سبحانك يا رب. يعني الحين بعد ما خلصنا سقيناها سقيا خارجية، بعد زدناها يعني على أساس تكون الأرض كاملة رطبة ما شاء الله. وفي المستقبل راح أرويكم إن شاء الله فيديو عن هذه الأشجار فيما بعد، كيف نموها وكيف شغلها. والحين أنا اعتمدت هذه الطريقة للزراعات الجديدة للأشجار، يعني حتى لو في الصيف بإذن الله ما تموت، بس لازم تتأكد أن الغطاء مسكر عدل. حتى لو تضربها مثل ما أقول لك بتيب، وأمورك في السليم. ما شاء الله تبارك الله. أحبتي الكرام، الله يبارك لنا ولكم، ويجعل هذا العلم علم نافع ينتفعوا بالمسلمين. والزراعة النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا فيها، حتى لو بينك وبين قيام الساعة ساعة وفي يدك غرسة واذكر الله، ويوم تزرع سبح صل على النبي، اذكر الله أكثر من الصلاة على النبي. وهذه شجرة ما دامها واقفة وقايمة وخضراء والتسبيح في صحيفتك، كل من استظل في ظلها وكل من ثمرها من حيوان أو من إنسان أو من
لك أجر وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الزراعة بركة من الله سبحانه وتعالى، وخاصة النحل يستفيد من الأشجار النحلية. هذه أجمل طريقة وسهلة جدا للأشجار، وتوفر عليك مياه. سقي الغمر ياخذ ماء وايد، وبعدين خاصة في الصيف انتظر بالحرارة تبخر. أما داخل الأرض ما يتبخر، ما توصل له حرارة الشمس بقوة وتخليه يتبخر، لا، لأنه ماشي البيب ماشي إلى الجذور. فأسأل الله العظيم أن يبارك لنا ويبارك لكم ويوفقنا ويوفقكم. طريقة سهلة وجميلة، وهذه ثمرة من ثمر الإمارات العربية المتحدة، ما شاء الله بدأنا بزراعتها، والله سبحانه وتعالى يبارك لنا ويبارك لكم، وإن شاء الله يجي يوم ونصورها لكم والنحل نازل عليها إن شاء الله. الله يحفظنا ويحفظكم، يحمينا ويحميكم، ويوفقنا لما يحب ويرضى. ويا ناظري صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الله، لا يسوق الخير إلا الله. الحمد لله رب العالمين. هذه نعمة من الله. شكرا أحبتي الكرام.